كليتنا متميزة إنها وايد سبيكترم، بمعنى إنها بتغطي تخصصات كتير. تخصص الإلكتريكال وده مهم بشكل عام في كل المصانع وفي الكهرباء وفي الاتصالات وفي حاجات كتير. الإلكترونيات وده داخل في كل مصانع الإلكترونيات. والحاسبات وده الحاسبات طبعا دي كلنا عارفين إيه هي الحاسبات والمعلومات عشان ده كلية مشهورة، فالحاسبات هي تحتها تخصصات برضو واسعة كتير. احنا في الكلية بدأنا بتخصص هام للغاية اللي هو تأمين البيانات والمعلومات، اللي هو أمن الحوسبة. وأمن الحوسبة ده بيشتمل على كل التخصصات اللي ممكن أي حد يتخيلها في التأمين. أنا مش بعلم الطالب خريج بتاعي إن هو يبقى بس عارف التكنولوجي وقادر يتعامل معاها الحالية، ولكن هو مؤهل إن هو يشتغل على التكنولوجي اللاحقة. إحنا التطور بيحصل كل يوم، وما ينفعش إن أنا الخريج بتاعي يقف عند الحالي اللي هو يبقى قادر يتعامل معاه، لا إحنا بنؤهله تطبيقيا وبعلوم أساسية إنه يتعامل حاليا ولاحقا مع كل تكنولوجي جديدة. الطالب عندنا بيحصل على شهادتين مش شهادة واحدة. الشهادة الأولانية هي الدبلوم وده بيبقى تكنولوجي. بعد كده الشهادة الثانية اللي هي بيبقى بكالوريوس وده بيبقى مهندس تكنولوجي. بالنسبة للمهندس التكنولوجي عندنا 3 شهادات، بمعنى ان احنا عندنا 3 تخصصات للمهندس التكنولوجي. في تخصص اللي هو السايبر سيكيورتي وده بيتعامل فيه مع نقول مع كل انواع السيكيورتي عبر الانترنت وكل السيستمز اللي بتبقى كونكتد بالانترنت. التخصص الثاني هو الداتا سيكيورتي انجينيرنج وده بيعنى قوي بالبيانات وتشفيرها، بيحافظ على سرية البيانات نفسها. بالنسبة للتخصص الثالث وده تخصص مهم، احنا متميزين في ده عن جامعات كتير جدا فاتحة سيكيورتي، ان احنا بنعمل الهجمات على الأنظمة الإلكترونية. مش بس كده، لا، الجرائم الإلكترونية. احنا طبعا فاتحين شراكات كتير جدا سواء مع شركات عاملة في المجال أو مع جهات حكومية، عاملين شراكات علشان نستفيد من التعاون ما بيننا وما بينهم. من ناحية احنا بناخد طلبتنا بياخدوا تريننج، ومن ناحية تانية احنا بنتبادل طبيعة المشاكل الموجودة في التخصص علشان احنا بنقدر ان احنا نتبنى المشاكل دي. والطلبة بتوعنا ما يميز برضو البرنامج ان هم بيشتغلوا في كل مقرراتهم على مشروعات، يعني لازم كل مقرر بيبقى فيه بروجكت، فاحنا بنحاول نتبنى في البروجكتس دي حل المشاكل اللي اوريدي موجودة في المجتمع. وبالنسبة للشراكات الدولية احنا عندنا شراكات مع جامعات ألمانية. التخصصات اللي موجودة دي كانت بالإشراف الألماني. ده الاحتياج مش بس الاحتياج المصري، لا الاحتياج العالمي. ومن أهم مميزات التخصص بتاعنا بنتمنى ان احنا نكون النواة في مصر ان احنا نبقى اوت سورسنج لهذا التخصص. طلبتنا مش بس بيسافروا بره، لا هم قاعدين في مصر بيشتغلوا في كل الشركات العالمية، تمام، ويقدروا يمدوا بخبرتهم لكل العالم. حتى لو عايزين يسافروا هيبقوا قادرين يسافروا، لان احنا قراراتنا تم معادلتها، بالاضافه لان هم يقدروا يشتغلوا لو هم عايزين يشتغلوا من مصر خارجيا. الشهادات بتاعه الجامعه كلها معتمده طبعا من المجلس الاعلى للجامعات، بالاضافه انها معتمده من غرفه الصناعه والتجاره الالمانيه. وده شيء مهم جدا لان ده اعتراف بان الطالب بتاعنا يقدر يخرج بره سواء يشتغل او يكمل دراسته. وبالنسبة للتدريب ده فقط عندنا مش من خلال الانترنشيب اللي بيتم في الصيف بس، لا ده كمان في كل المقررات عندنا مهتمين، لأن هو طبعا الجامعة 60% عملي و40% نظري، فاحنا مهتمين للغاية بالتدريب.
ومن أهم المسابقات اللي الطلبة اشتركوا فيها هي مسابقة FDC اللي هي Future Digital Countries، ودي كان فيها إن الطلبة بيتعاملوا مع بعض الثغرات في الأنظمة، والجامعة كرمتهم في ده لأن هم طلبة لسه ما خدوش غير عدد بسيط جدا من المقررات، ولكن احنا بنشتغل بالتوازي مع المقررات على بعض السكيلز التانية، المهارات، بحيث نأهلهم في فترة قليلة جدا ان هم يبقوا قادرين على انهم ينافسوا في السوق المحلي وفي السوق العالمي.